السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. اللي لسه أول مرة يشوف قناتنا أنا حنان عبد الغني. دي قناتي بقدم فيها أكلات وحلويات روتين حاجات كتير إن شاء الله تستفادوا منها وتعجبكم. أتمنى تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد، كمان مشاركة للفيديو عشان الفايدة تعم للجميع. لايك وتعليق منكم يا أجمل متابعين تقولوا لي رأيكم ايه في الفيديوهات بتاعتنا عشان دعم ليا إن أنا أكمل، كمان قناتنا تكبر بيكم وليكم إن شاء الله. الوجبة بتاعتنا طعمها جميل جدا جدا جدا، وجبة اقتصادية من الدرجة الأولى. هقول لكم على وجبة تكفي الأربع أفراد غدا أو عشاء ب25 جنيه. 25 جنيه، أيوة 25 جنيه. تعالوا نشوفوا مع بعض ونحسبها ونشوف كلامنا ده صح ولا غلط. حلة على النار فيها حوالي 3 معالق زيت، ونزلنا ببصلاية متوسطة، قرن فلفل. أنا حاطة نُصّه أخضر ونُصّه أحمر، تقدري تحطي أنتِ فلفل بارد لو عندِك أطفال وعشان يقدروا ياكلوها. أنا حطيت فلفل spicy يكون حامي شوية بيدّيها طعم جميل جدًا، يبقى بصلاية متوسطة وقرن فلفل لحد دلوقتي عشان نحسب التكلفة بتاعة الوجبة بتاعتنا. هنا حطيت حوالي ربع كيلو طماطم معصورة في الخلاط، تمام؟ هنحط ملح ونحط فلفل أسمر. طبعًا أنا باقول لكم وجبة ل4 أفراد، يعني هنستخدم لكل فرد بيضتين، يعني 8 بيضات، ال8 بيضات ب20 جنيه، هنستخدم نُص كيلو طماطم وبصلاية وقرن فلفل مش هيتعدى ال5 جنيه، كده يبقى كام الوجبة بتاعتنا 25 جنيه. بصل وطماطم وفلفل ب5 جنيه، وهنحط عليهم في الآخر بس البيض 8 بيضات ب20 جنيه. عملنا أجمل وجبة غدا أو عشا لأولادنا، وجبة مشبعة كلها فيتامينات، حاجة جميلة جدًا، جدًا، وكمان طعمها في منتهى الجمال، إن شاء الله ما فيش حد عندِك هيختلف عليه. تمام، هنا بقى باسيبها تتسبِّك كويس. طبعًا لو أنتِ حابة بقى تاكليها مع رز بشعرية، حابة تاكليها مع رز معمّر، حابة تاكليها مع المكرونة، هتسلقي المكرونة وتحطي عليها الصوص ده بالبيض بس كده، أو الرز المعمّر أو الرز بشعرية، حاجة جميلة جدًا، جدًا. هنا بعد ما اتسبِّكت معايا هانزل بالبيض واحدة، واحدة. كمان لو قُلنا هنعمله جنبها رز بشعرية يعني 10 جنيه، يعني الوجبة بتاعتنا كلّها كغدا ل4 أفراد 35 جنيه. حاجة كده جميلة، حاجة تحفة، وهتعجب ولادِك جدًا، جدًا. أتمنى بجد تجرّبوها وتشاركوا الفيديو عشان اللي محتاج وجبة اقتصادية في ظِل الغلا اللي إحنا فيه ده، يلاقي فيديو زي ده يساعده بإذن الله. هنسيبها بقى كده، مش هنقلّبها، ودلوقتي نغطّي عليها ونسيب البيض يستوي على مهله. تمام كده خلاص. هابُص كده عليها بصّة، لإنها لسه ما استوتش، هنغطّي عليها تاني ونسيبها تستوي على مهلها، مش هتاخد معاكِ وقت كتير. ما تقلّبوش بقى التقليب اللي أنا قلّبته ده، أنتم ما تقلّبوهوش، سيبوها تستوي على مهلها خالص. أنا عشان كنت مستعجلة عليها وعايزة أتأكد إنها استوت، فقلّبتها، بس هي المفروض ما بتتقلّبش. تمام، أتمنى تعملوا مشاركة للفيديو ولايك وكومنت منكم جميل، وكمان اشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش يعمل اشتراك ويفعّل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد إن شاء الله. بصوا بقى كده سيبناها لما اتأكدنا إن الصفار استوى كويس جدا. ترشي عليها بقى رشة كزبرة خضراء، أنا ما كانش عندي كزبرة، محضرة الطبق بتاعي بشوية كده مخلل زي ما انتوا شايفين، ورز بشعرية. وجبة جميلة جميلة جدا صراحة في منتهى الجميل. هنغرف بقى كده بالمغرفة بتاعتنا. لو هنقدمها مثلا بالشكل ده، هنحط لكل واحد حبة الرز أو الكمية اللي هي بتكفي الفرد، ونحط عليها بقى الصوص ده جميل جدا بالبداية كده بتكون مقفولة على الصفار. البياض بيكون مقفول على الصفار مع الصوص ده جميل جدا، بالظبط كأنك طبختي. هتحسي وولادك كمان هيحسوا ان انتي طبختي في البيت. وجبة ما خدتش منِّك وقت خالص، كمان زي ما قُلت لكم الوجبة دي كده ل4 أفراد، 4 أفراد، كل فرد بيضتين،
يعني أصلًا دي كده تكفّي يعني دي تكفّي فرد لو بيضاية واحدة، ده كده أنا كمان بالزيادة، يعني أنتِ ممكن بيضاية واحدة تكفّي الفرد ومعاها شوية رز زي كده، حبّة مخلّل، دي كده تكفّي فرد، يعني أنا كمان عاملاها بالزيادة، حاسباها لِك بالزيادة، يعني إحنا كمان ممكن نكفّي 8 أفراد، نكفّي 8 أفراد والله، بس إحنا لو قُلنا بقى بيضتين لكل فرد يعني حاجة كده بُصّوا جميلة جدًا، جدًا، يعني ممكن تستخدميها غدا وعشا، اللي هيتبقى من الوجبة دي ممكن ولادِك يتعشّوا بيه. يبقى كده اتغدينا واتعشينا ب35 جنيه، حاجة كده جميلة جدًا، جدًا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، شاركوا الفيديو عشان الفايدة تعُم للجميع، وأترككم على خير في فيديوهات تانية كتير على قناتي حنان عبد الغني، ومع ألف سلامة يا أجمل متابعين.